بالنسبة للناس اللي كتعاني من الآلام ديال المفاصل، الآلام ديال الظهر، الآلام ديال الركب، والآلام ديال الرقبة، يعني الآلام ديال المفاصل ديال الجسم كامل، المشاكل ديال البرودة، ديال الهشاشة ديال العظام. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة من أروع الوصفات المعجزة، الوصفات اللي كتقضي على الآلام ديال المفاصل. حتى ولو كانت عندك البرودة قديمة، كان عندك داك الآلام قديم وآلام قوي يعني في المفاصل ديال الجسم ديالك، هاد الوصفة غادي تهنيك من الآلام ديال المفاصل في 3 أيام فقط. غتنساو عليا شي حاجة سميتها الآلام ديال المفاصل. هاد الوصفة من أسرع الوصفات، واللي يعني عن تجربة تبتات بأنها كتقضي على داك الآلام يعني بشكل نهائي. الوصفة سهلة وبسيطة وغادي نبارطاجيها معكم. ما تنسونيش غير من دعوة ديال الخير، وتبارطاجيو حتى نتوما هاد لا فيديو هذا مع الناس اللي كتعرفوهم. وغادي نبداو على بركة الله. اول مكون عندنا هو السكنجبير اولا الزنجبيل. غادي ناخذ منه ملعقه كبيره ديال الزنجبيل او السكنجبير، يعني على شكل بودره. ثاني مكون عندنا هو الابزار اولا الفلفل الاسود. غادي ناخذ معلقه صغيره عامره كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. هاد الوصفة يعني المكونات ديالها من أقوى المكونات اللي يعني كتقضي على الآلام ومسكنة للآلام، وكذلك كتعالج لنا دوك المفاصل ديالنا والالتهاب ديال المفاصل. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا هنا الورق أو الأوراق ديال الكاليتوس أولا الأوكاليبتوس. هاد الأوراق ديال الكاليتوس كيف ما كنسميو بالدارجة مفيدة بزاف للآلام ديال المفاصل، لأنها فيها بزاف ديال الفوائد. أول حاجة هاد العشبة هذه ديال الأوكاليبتوس هي فيها بزاف ديال الفوائد بالنسبة يعني الآلام ديال المفاصل، فهي كتعالج المفاصل وفيها بزاف ديال الدواء. كناخذوا منها اوراق. انا كان عندي يعني مجفف كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذوا وريقات اللي تنضيفوهم لهذوك المكونات كيف ما شفتوا معايا، غير انا يعني بحال فرتتهم. ومن بعد غادي نحتاجوا المريوت. هاد العشبه هذه ديال المريوت راه معروفه كتباع عند العطار. بالنسبه رجع لكم الاوكاليبتوس راه موجود فين مشيتو كتلقاو الاشجار ديالو يعني موجود. سواء كتاخذوهم وكتيبسوهم وكتحتفظوا يبقاو كتستعملوهم مثلا. كيتستعمل بزاف د الحوايج كيف ما كتعرفوا، كيتستعمل حتى في الدار كتبخروا به الدار. يعني كيحيد داك الميكروبات ومزيان حتى في الفصل هذا ديال البرد تيقضي على كيقضي على هذوك الفيروسات وداك الشيء. المهم وكتحتفظوا به راه كيبقى هكاك يابس. وبالنسبه لهاد الاوراق ممكن ديروهم سواء كانوا مازال ما يابسينش او لا يابسين. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندنا المريوت راها معروفه كتباع عند العطار. كتباع يعني يابسه، وكتلقاوها ملي كتكون في الفصل ديالها كتكون راه كتلقاوها عند الناس اللي كيبيعوا داكشي ديال الاعشاب. راه كتكون هكاك طريه مازال كيبيعوها هكاك قبيطات. المهم كتاخذوا من الريوت سواء يابسه او لا هكذا كما كانت عندكم. كتاخذوا تقريبا واحد نص قبضه كما كتشوفوا معايا، وكتاخذوها بداك الجذور ديالها وكتقطعوها وكتضيفوها على دوك المكونات الاخرى. صافي. ومن بعد غادي نحتاجوا الكاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون ضروري في هاد الوصفه هذه ديروا زيت الزيتون لانه حتى هو راه مفيد الالام ديال المفاصل. كناخذوا كاس ديال زيت الزيتون كنضيفوه على هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. الوصفة راها سهلة وبسيطة. هادو 4 مكونات يعني الفلفل الأسود، الزنجبيل، الأوكاليبتوس، وكذلك العشبة ديال المريوت. هاد الوصفة من أقوى الوصفات ونتحدى أي واحد عنده هاد الآلام ديال المفاصل يدير هاد الوصفة هادي وما تعطيش نتيجة. فقط تبعوا معايا الطريقة، تبعوا معايا النصائح اللي غنعطيكم، وكذلك أهم شيء هو طريقة الاستعمال. كتاخذوا واحد الكاسرونة اللي كديروا فيها الماء، كديروا فوق هذاك الاناء الاخر اللي فيه دوك المكونات يعني على شكل حمام مريم اولا بان ماري. صافي كديروا هاد المكونات غير ديك الحاجه اللي ديروا فيها تكون هكا مهزوزه شويه باش ما يهبطش لكم في هذاك الماء. صافي كديروها كتخليوها واحد المده ديال نصف ساعه على نار متوسطه حتى دوك المكونات تيطلقوا لينا مزيان دوك الفوائد ديالهم مزيان.
من بعد أنا هنا غادي نصفي هاد الوصفة غير هكا باش نوريكم الطريقة وتشوفوا معايا هاد يعني الوصفة والطريقة ديالها. بالنسبة لكم ممكن تاخذوا داك هاد الوصفة ديروها في شي قرعة يعني بالمكونات ديالها بلا ما تصفيوها هكا باش يزيدوا يطلقوا فيها يكون أحسن. المهم وصافي كتبداو كتستعملوها مباشرة من بعد ما كتوجدوها. بالنسبة لطريقة الاستعمال ديالها كديروا بها تدليك موضعي للمكان اللي عندكم فيه الألم، يعني المفاصل ديالكم، الظهر ديالكم، العنق، الرقبة، الكتف، يعني البلايص اللي عندكم فيهم الآلام، الركب، أي مكان. وتديروا واحد التدليك يعني بشكل دائري، ديروا واحد التدليك واحد 5 ديال الدقائق باش هذاك الزيت كتمتصوا لكم البشرة، يعني تمتصوا لكم داك البلاصة تمتص لكم داك الزيت حركة دائرية. هاد الأعشاب أو هاد المكونات اللي درنا في هاد الوصفة كلهم مكونات اللي تيعملوا على يعني علاج الآلام، وكذلك هي مكونات مسكنة للآلام اللي كتعمل على يعني علاج الالتهاب ديال المفاصل. هذه وصفة مجربة 100%، كتعطي نتائج سريعة المفعول يعني في علاج الالتهاب ديال المفاصل فقط. ضروري وضروري ومؤكد يعني هاد الطريقة هادي ديال التدليك وديال استعمال هاد الوصفة 3 مرات في اليوم، يعني غديروها في الصباح، ديروها يعني في وسط النهار، وديروها كذلك في الليل. ضروري 3 المرات في النهار، راها مفيدة بزاف. غادي تلاحظوا النتيجة من ثالث يوم، راه غتحسوا بداك المكان اللي كان عندكم فيه الالتهاب وداك الآلام والحريق غتلقاو يعني غتحسوا بواحد التحسن اللي كبير وكبير بزاف. فقط داوموا عليها غتلقاو عليها ان شاء الله نتائج اللي يعني زوينه بزاف، وغادي تحسوا بواحد الراحه وتبعوها. بالنسبه لهذا الزيت راه ممكن تحتفظوا به حتى كيبقى لكم تبقاو تدهنوا به دائما حتى يتقاضى. صافي كديروه في شي قرعة هكا ديال الزاج وصافي، وكتسدوا عليه وكتحتفظوا به في شي بلاكار، وكتبقاو كتستعملوه 3 المرات في اليوم. مفيد بزاف هاد الزيت هذا. فقط استعملوا داك التدليك بحركات دائرية هكا باش داك الزيت تمتصوا لكم ديك البشرة ديالكم. والله يجيب الشفاء ان شاء الله للجميع. ما تنسونيش غير من واحد لايك الفيديو هكا باش تشجعوني، لان اللايكات ديالكم هو باش كيطلع لينا التفاعل. وشكرا لكم بزاف بزاف. اللي عنده شي سؤال اولا شي استفسار مرحبا هبطوا التعليقات اسفل الفيديو، خليو لي التساؤلات ديالكم اولا الاسئله ديالكم. هنا اللي بغيت نقول لكم هو بان هاد العشبه هذه ديال المريوط، الاوراق ديال الاوكاليبتوس، كلشي هادشي راه كيكون عند العطار. بالنسبه للمريوط راه كاينه يعني الوقيته ديالها دابا. بالنسبه للاشجار ديال الاوكاليبتوس راه موجوده فين ما مشيتو تلقاوها، يعني تقدروا تلقاو الاشجار هكا تاخذوا منهم. وهذا ما كان. تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد، وخليتكم بخير وعلى خير. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، ومع السلامه.